أهلا بيك من أي مكان بتسمعني منه. قبل ما تشتكي، صوت واحد عايزك تستنى وتسمع. تسمع صوتك وتاخد بالك من اللي ممكن تكون محتاجه قبل ما تكرر الشكوى ومن غير ما تحس. كم مرة بدأت يومك بتشتكي من الزحمة، الشغل، الناس والدنيا؟ الشكوى غالبا مش بتكون من المشكلة نفسها، لكن بتكون من الإحساس اللي تراكم جواك من غير ما تشوفه وتديله المساحة عشان تعرف تتعامل معاه، زي الخوف والضغط. حاول توقف لحظة وتسأل نفسك، انت محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج حد يحس بيك، حد يفهمك، حد يساعدك، ولا حد يسمعك؟ كتير مننا بيشتكي من غير ما يحس، والشكوى بتبدأ تحصل تلقائيا وباستمرار وبدون وعي، وده بيخلي عقلك يتبرمج على انك بتخرج مشاعرك عن طريق انك تشتكي، والتأثير النفسي السلبي بيبدأ يزيد كل يوم، وده هيخليك عايش في لوم وعدم راحة طول الوقت. وهنا هتبقى وقعت في فخ. عشان تطلع منه لازم تبدأ تسمع صوتك الداخلي وتعرف ازاي تتعامل مع أفكارك ونظرتك للحياة من مكان إيجابي. دلوقتي غمض عينك وتنفس ببطء وعمق. تخيل الهواء اللي بيدخل شايل معاه هدوء وراحة، والهواء اللي خارج هو صوتك الداخلي اللي عايز يشتكي. سيب الشكوى تخرج من جواك عشان تخلق جواك مساحة جديدة بيملاها الوعي والمسؤولية، وإنك قد أي تحدي بتمر بيه وبتخرج منه أقوى من الأول. اتنفس تاني، هوا داخل ومعاه هدوء وراحة، هوا خارج ومعاه شكوى وإحساس باللوم. دلوقتي اسمع التوكيدات اللي هقولها وكررها معايا. أنا بسمع نفسي قبل ما اشتكي أو ألوم. أنا بختار أوقف لحظة قبل أي رد أو كلام فيه شكوى أو اعتراض. أنا عارف إن كل تحدي بمر بيه من غير شكوى بيخلق جوايا مساحة جديدة كلها قوة. أنا واعي وفاهم إن الشكوى سببها مش المشكلة، سببها إني ما كنتش أعرف إن لازم آخد بالي وأوقف لحظة قبل ما أتكلم. أنا النهاردة هسمع صوتي ومش هلوم ولا هشتكي. أنا هخوض التجربة حتى لو صعبة. أنا بتحمل مسؤولية حياتي وهختار ألاقي الحل بدل ما اشتكي. دلوقتي افتح عينك وكرر التوكيدات دي في أي وقت تحس فيه إن أنت عايز تشتكي. ما تنساش توقف لحظة، وما تنساش تتنفس وتضحك، وافتكر إن وسط كل الأصوات فيه صوت واحد.